بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمود العوام. هذه الحلقة هتكون أولى حلقات للأستاذ يوسف التميمي. هيحكي حكايته مع تجار اليوتيوب باسم الدين. الراجل طبعا كان بيتبرع وكان يعني يدعم هذه القنوات علشان لخدمة دين الله عز وجل، ولكن اتصدم زي ما انتم هتسمعوا. طبعا انا مش هحكي ايه اللي حصل، لكن الراجل اتصل عليا تليفونيا وطلب مني ان انا انشر حكايته عشان خاطر يعني نتخذها عبره ولا ندعم الا من نعرف، ونكون على ثقه تامه في الذي ندعمه. يعني يكون عندنا ثقه في الذي ندعمه ونسال عنه، مش ندعم اي حد وخلاص علشان ما يتمش يعني النصب علينا او باسم الدين، او ان هو يعني يتصدم الإنسان ويشوه صورة الدعاء. لكن على العموم الدعم ده شيء طيب جدا، انك تدعم دين الله عز وجل وانك تتصدق، هذه صدقة جارية بإذن الله. طبعا مش كلهم، لكن هم دول شوهوا صورة الدعاء للأسف الشديد. ومع ذلك لا نقول، لا نعمم هذه يعني هؤلاء شواذ عن القاعدة، شواذ عن القاعدة. ففضل الإنفاق في سبيل الله له فضل عظيم عند رب العالمين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الله ليربي الصدقات كما يربي الصبي فلوه. يعني ربنا سبحانه وتعالى أي صدقة أو أي مال تتبرع به لله عز وجل وتنفقه في سبيل الله، تأتي يوم القيامة وتلاقي ربنا يربيه، يعني يكبره وينميه كما يربي الصبي فلوه، اللي هو الفرس الصغير يعني. فطبعا هذا شيء عظيم، ومش معنى كده ان احنا لا ندعم، لا ابدا، بالعكس، بل نبحث عن الذي ندعمه ونسأل عنه جيدا، ولا يعني نغتر بما يتكلمون به. يعني يكون عندنا ثقة ونسأل عنه كويس، المهم يعني. لكن انا حابب انوه على حاجة مهمة جدا. كل كلام هيجي في هذا المقطع هو على مسؤولية الأستاذ يوسف التميمي، وأيضا كل واحد هيجي اسمه في هذه الحلقات. عموما هذه أولى الحلقات، أي واحد هيجي اسمه إحنا بنقول له عايز تدافع عن نفسك، أو يعني هو مش دفاع بالمعنى، لكن الأدلة موجودة، يعني الأدلة دامغة، تحويلات بنكية وغيره، فالأدلة موجودة زي ما أنتم هتشوفوا كده إن شاء الله. لكن بنقول برضه نعطيه الفرصة كاملة والوقت الكافي بدون أي مماطلة وبدون مقاطعة، إن هو يطلع يعني يدافع عن نفسه من وجهة نظره. خلاص، فأنا أكفل له هذا الحق. وهذا الكلام الذي يرد في المكالمة هو على مسؤولية الأستاذ يوسف التميمي، وليس للقناة أو صاحب القناة أي مسؤولية على الإطلاق. نحن ننشر فقط. طيب، عشان ما أطولش عليكم، تعالوا نشوف أولى الحلقات أو أولى الاتصال الهاتفي الذي حدث بيني وبين الأستاذ يوسف التميمي، وهو بيحكي إيه اللي حصل معاه والأدلة موجودة. تفضلوا نسمع المكالمة الهاتفية، حكاية الأستاذ يوسف مع تجار اليوتيوب باسم الدين. اتفضل يا استاذ يوسف. انا هبدا من الاول بس عشان الموضوع. اتفضل. الموضوع طبعا انا اشهد الله واقسم بالله العظيم. انت عارف الاشهاد على الكذب كفر يا شيخ محمود. نعم اتفضل. انا طبعا اسمي يوسف رجائي حجازي التميمي، انا فلسطيني. نعم. ما احمل الجنسيه الاردنيه واحمل الجنسيه الفلسطينيه كمان. نعم. ولدت في مصر ونشأت فيها في القاهره وفي الجيزه بين المهندسين والزمالك. يعني هذه المنطقه اللي انا عشت فيها في حياتي كلها، يعني حياتي الان عمري 17 سنه. وبعدين درست البكالوريوس الصيدله في الاردن. والدي رحمه الله مواليد امبابه وازهري كان. تمام. درس الاعدادي والثانوي وشريعه في الجامعه، ليسانس شريعه اللي هو العالميه. بعدين تخصص بدبلوم حديث شريف رحمه الله في 2012، اسمه رجائي الله يرحمه ابو حسن. وبعدين انا استقريت في السعوديه من 2003. انا بقالي تقريبا 20 عام في السعوديه. امي واخوتي يعني اشقائي ما زالوا في مصر في حي الزمالك.
فبحكي لك انه توصلت يعني علاقتي كانت مع شفت فترة مرض ابني هذا اللي ربنا رزقني فيه، مريض يعني الله يشفيه، قبل 3 سنوات، في الشخص هذا اللي هو بيقوم في اللي هو انه بيستعطف الناس عبر قنوات اليوتيوب وعبر الفيسبوك، وكان وقتها لسه خارج من السجن، وقال يعني يستعطفنا انه يا جماعه ادعموني وساعدوني وكذا، وانا ايش برضه بدعم المسيحيين الجدد. طبعا الاخ ده مصري ها؟ الاخ مصري نعم. نعم. فلحظة العاطفة القوية اللي عندي هذه، وكان مرض ابني، كنت حابب اعمل الخير واستمعت لقناة اليوتيوب فوقعت في الشباك. فرحت تواصلت معه عن طريق الواتس، اخذت رقمه، وبعدين قلت انا عايز التزم معك بمبلغ شهري. التزمت معه ب 2000 جنيه لمدة 6 شهور، ثم طلب مني انه اساعد اخوه المسجون. قال لي انه مسجون وكان دخل مع الجيش في مشاركة، وبعدين حصل مشكلة فعليه فلوس فانسجن، فعايز 30,000 جنيه. انا وفرت له $1,700 تقريبا، غير ال 12,000 جنيه. وبعدين تعرفت على يوتيوبر اخر او صاحب قناة اخرى برضه بين قوسين اسلامية، وانت تعرفه برضه، واثناء معرفتي فيه كشف لي عن طريق شخص انت برضه تعرفه، مصري مصر، كلهم مصريين، كشفوا لي انه الشخص هذا اللي انا كنت ادعمه وارسلت المبالغ هذه في الاول، اللي هو المشهور في مناظرات المسيحيين وكذا، انه محتال، واكدوا لي الموضوع. فتوقفت عن ان ارسل له اي مبالغ. ثم اصبح يعني طب ما سويت له لا حظر لا على الفيسبوك، كنت طبعا كنت مضايفه على الفيس وعلى الواتس، لا سويت له لا حظر لا على الفيس ولا على الواتس ولا هذه الامور، وما حتى واجهته في هذا الكلام ولا عرفته ان انا عرفت. فكل شهرين يرسل لي يحكي لي وين الشهريه، اين الشهريه، فانا اقول له والله وضعي المادي لا يسمح، واتعذر باي عذر. الى ان مره من المرات ارسل لي رساله، قال لي انا واضح ان انت متغير وفي شيء، وانت حفيد الصحابي تميم الداري كما اعلم، لان انا كنت اخبرته بذلك. يعني احنا نسمينا التميميون الداريون في مدينه الخليل يعني. فمش هكذا اخلاق احفاد الصحابه. معنى الرساله والسلام، وراح عمل لي بلوك، سوالي حظر. كل ذلك لان انا توقفت لفتره طويله عن ان انا ارسل الاموال. اتفضل، حاسك عايز تقول تعليق او شيء. لا احنا بس يعني احنا عشان بس برضه نحذر الناس منه، واخد بال حضرتك؟ يعني لو انت ذكرت الاسم ما عندناش مشكله يعني. رضا القيلة يا شيخ رضا القيلة. نعم. انا طبعا وصولات كلها عند الشيخ ابو حذيفه، وانا اشهدت الله في الاول، انا اشهد الله واقسم بالله انه كل الدلائل عندي. انا احكي لك قصه طويله شيخ ابو حذيفه لغايه ما تتضايق وتزهق ولا يوسف خلاص نكمل. لا ما عندي انا مش يعني مش هذا منك عليك، وانا مش بستعطفك والله يا شيخ ابو حذيفه. لا يا اخي، لا يا اخي، انا قصدي بس ان اقول لك تجربه مؤلمه على مدار اكثر من عامين، وكل اللي بقوله لك والله العظيم بالدليل وبالادله وبالمحادثات وبالوصولات الويسترن يونيون وبكل شيء موجود عندي، وعامله في ملف خاص. جيد، انت لو ترسل لي الملف ده على الواتساب يبقى جميل ان شاء الله. يعني هرسل لك كل شيء والله يا شيخ محمود، لكن انا حابب اقول لك القصه كامله. لا اتفضل. انا حابب الفكره العامه. انا الهدف مش فقط ان احنا ننبه من اشخاص، الهدف الفكره العامه يا شيخ محمود. نعم صحيح لان خطأ لانه فعلا ما زالوا بيخدعوا الناس وما زالوا بيضحكوا عليهم. قصه طويله كتير والله يا شيخ محمود، كنت تاخد فوق الساعه وساعتين كلام، عشان كده احنا في رمضان مش عايز ازعجك ولا عايز اثقل عليك، لكن لا انت منين اقول لك انت وقت ما انت يعني تلاقي نفسك تعبت ما عندناش مشكله، ممكن تكمل حتى التسجيلات على الواتساب. انا سعيد جدا ان قلبك يعني ونفسك استقبلتني وما صدقنيش، لانه انا والله العظيم اريد الخير. لا يا اخي، الرساله اللي انت قراتها دي انا ما كتبتها استعراض او كتبتها ان انا عايز افضح حد، كنت ممكن اكتب الاسم. لا لكن انا عايزك تماما تتيقن ان كل كلمه بقولها صدق.
اكيد ان شاء الله يعني. والله العظيم واشهد الله، بحكي انا بقول المره الرابعه ان كل كلمه بقول لك هي بدليل وبصدق. اهم شيء طبعا انه احنا طالما معنا دليل احنا نتكلم، ما يهمناش اي حد ان شاء الله. نعم صحيح. احنا بس نكشف الحقائق وده امر مهم. موضوع كبير كبير جدا فوق ما تتصور يا شيخ محمود. ما عنديش مشكله، وحتى لو انت عايز نخصص لك حلقات. بس انا حابب الاول امهد لك انت عشان تعرف الفكره بالدلائل ونقعد نتكلم كتير عشان انت نفسك تحيط بالموضوع. انا حابب الشيخ محمود قبل ما مثلا يقرر انه يطلع يوسف، لا ده يشوف الدلائل قدام عينه، يشوف الحوارات، يشوف اللي حصل، يشوف الواتس والماسنجر. لا يوسف فعلا ده الماسنجر بتاع يوسف صادق، يوسف ما بيألفش، يوسف عنده دليل، كله دوكيومنتد موثق زي ما بيقولوا بالانجليزي او بالعربي. اتفضل. واقسم بالله الهدف انه انبه الناس. اكيد، لا اكيد طبعا، اكيد ان شاء الله. اتفضل. الله يبارك فيك ويجزاك الخير يا شيخ محمود. الله يعزك، الله يبارك. فكشف لي صاحب القناه الاخرى. من هو ايضا قل من هو؟ احمد حسين المنجاوي. احمد حسين المنجاوي اعرفه انا. نعم. فكشف لي طبعا انا اعرفك من سنتين يا شيخ ابو حذيفه، وبسمع حواراتك وشفت مشاكلك معاه ومشاكلك مع الكل، وانا بتابعك من فتره طويله، يعني انا متابع في صمت. ربنا يبارك فيك يا اخي، ربنا يعزك. الله يبارك فيك يا ابو حذيفه. الشرف لينا يعني. الله يرضى عليك، وانا كمان ازداد شرف. الله يسعدك بنا. انا بكلمك من الرياض يا شيخ ابو حذيفه. يا مرحبا. انا الان بكلمك من الرياض. الله يرضى عليك. فتوطد علاقتي في احمد حسين. نعم. واحمد حسين تعرف طبعا احمد حسين طلع في بث من البثوث، انا كنت معجب باسلوبه انه بيقول يا جماعه ما تشتموش ما تسخروش، لكن تفاجأت بعد فتره طبعا موقفه كمان من البنت المصريه اللي هي ضحك عليها احمد سامي، اللي هو ضد الناس اللي بيقولوا دي مسكينه مدافع عنها، وانه ضد الناس اللي بيقولوا مش عارف لا دي يعني كان واخد طرف وسط انه دي ملناش علاقه فيها، للطرفين سيئين، احمد سامي والمصريه اعتقد اسمها اسماء على ما اذكر. نعم. فجذبني اسلوبه وطريقته وكذا، لكن تدريجيا اصبحت الاقي عليه ملاحظات كبيره ومشاكل كبيره. لكن في البدايه تعرف عليه ربيع اسماعيل، مهندس ربيع اسماعيل. احمد حسين طلع في بث، وهذه بدايه تواصلي معاه، طلع في بث وقال يا جماعه، طبعا انا كنت صار لي فتره بتابعه وكنت يعني جذبني اسلوبه تمام. هذه طبعا في البدايات، الكلام ده اكثر من عامين، يمكن داخل في 3 عامين ونص كمان او 3 اعوام، يعني تقريبا في نص 2020. ففي نهايه 2020 طلع في بث وقال يا جماعه انا تم سرقه بيتي واللابتوب ومش عارف ايش، من غير ما يقول ادعموني. وكان معاه في البث المباشر هذا صاعد معاه واحد اسمه همام عبد العالي اللي هو صاحب قناه صفحات التاريخ. فلقيت نفسي سامعني يا شيخ محمود ولا؟ معك انا حسيتك. لا انا بس بقفل المايك من عندي عشان خاطر يبقى الصوت نقي وعشان الشوشره اللي عندي بس. الله يبارك فيك. لان احنا عايشين في ارياف واصوات. الله يعينك، الله يقويك. اتفضل. الله يرضى عليك. فلقيت نفسي دخلت يا شيخ محمود، ولاول مره بظهر نفسي، الكلام ده من اكثر من عامين، وبدخل على البث مباشر يعني اللي هو المحادثه يعني، وبقول يا جماعه اخوكم احمد حسين محتاج دعم، ادعموا اخوكم احمد حسين، وانا اول الداعمين. ورحت موجه الحديث لهمام عبد العالي اللي في القناه فوق، قلت له يا همام وانت كمان ادعم اخوك احمد حسين، وانا اول الداعمين، ادعموه يا جماعه في وضع سيء. وبدات من وقتها التواصل بيني وبين احمد حسين، وبديت ارسل له اتواصل معاه عن طريق يرسل الستريم بتاع اليوتيوب ونقعد نتكلم مع بعض، ويتعمد في كل مكالمه انه في نهايه المكالمه يشتكي من وضعه المادي السيء، وكم يحتاج، وكيف كان له شيف ايس كريم، وبعدين مع الكورونا خربت اموره، وانه مش عارف كيف يعني، وهو متزوج ووضعه المادي سيء. هذا كان يتعمد في كل مكالمه بينه وبينه، وطبعا نستعرض كل القنوات. مع انه انا اللي اعرفه انه مدرس يعني شغال يعني موظف. هو مدرس ده حاليا، لكن هو خد شهاده بكالوريوس وقعد فتره على كلامه في مدرسه وما قدرش يكمل فيها، ولكن هو اصلا شيف ايس كريم.
وكمل فتره دبلوم في جامعه القاهره، اعتقد في دبلوم تربيه او شيء زي كده. تمام. في الفتره دي تعرف عليه مهندس ربيع اسماعيل. انت سمعت في الاخ دوت؟ ما اعرفش سمعت فيه ولا لا. يعني ما سمعتش قوي، بس ما اعرفوش يعني، ما اعرفش ربيع. نعم. ربيع هو ضحايا رضا في القيلة. ربيع ضحايا برضه في موضوع انه كان بيدعمه يعني. بالضبط. وربيع ربيع مصري. ربيع بالقاهرة مصري يعني مقيم في القاهرة. نعم. بالوراق، من حي الوراق يعني، اهله وجدوده يعني. الوراق تبع الجيزة. نعم. الجيزة جنبنا قدامنا. انا يعني حاببنا بالوراق النيل، بعد النيل بس. ايوه. الوراق تبع ورا امبابة، لو انت رحت وصلت المنطقة دي. الوراق خلف امبابة على طول. نعم. لا ان شاء الله تروح وتشوف. نعم اتفضل. لان انا الحته بتاعت امبابه دي انا اتربيت فيها يا ابو محمود، يا ابو حذيفه، وانا ابو حذيفه وانا عارف كل المناطق دي. انا اصلا كنت قاعد في القاهره اكتر من 20 سنه يعني، عارف المناطق دي كلها. ايوه كيت كات والكلام ده، دي الحته اللي اتربيت فيها يعني، دي اللي انا نشأت فيها وانا صغير. انا انتقلت على الزمالك وانا في اولى اعدادي، لكن من الولاده حتى اولى اعدادي وانا في شارع المحروسه في المهندسين، خلف ريدان سفنكس وقدام نادي البنك الاهلي. نعم. لو تفتح في مسجد المحروسه، معروف يعني في المنطقه هناك. عارفها. ده المنطقه اللي نشأت فيها وانا طفولتي يعني. فكت كانت ورانا والكلام ده كان ورانا. فهو في الوراق. المهم ان الراجل هذا ساند ربيع، ساند رضا في سجنه قبل ما يطلع من السجن، ووقف جنب اسرته ودعمهم بالمال. تمام. وبعدين زوجة رضا طلبت مبلغ حوالي 8000 جنيه او 12000 جنيه، وقالت له ايه لما يطلع رضا من السجن يرجعهم لك كدين. تمام. على كلام ربيع يعني. فلما طلع من السجن يعني الكلام ده قاله لك ربيع نفسه؟ قالوا لاحمد. قالوا لاحمد المنجاوي. قالوا لاحمد، لان ساعتها انا كنت بدايه تعارفي مع احمد. تمام. احمد محمد حسين عمر. تمام. اللي بيسمي نفسه احمد حسين. أيوة. ده اسمه الرباعي يعني. تمام. فانا وقتها فبتكلم معايا، بقول له انا شاكك في رضا وحاسس انه يعني مش مرتاح له. قال لي على فكره في عليه شواهد. بعديها بيومين بيكلمني يعني بنتكلم عن رضا، فقال لي سبحان الله ده في مكالمه دلوقتي جاياني من ربيع. كان ربيع لسه متعرف على احمد قريب يعني جديد. تمام. قال لي تسمح لي بس اكلم ربيع وارجع لك. الكلام ده من سنتين. فقلت له اتفضل. فكلم ربيع ورجع لي، قال لي موضوع صحيح وربيع انكر، ورضا انكر فلوس 12000 جنيه، وقال ان دي دعم ليا مش دين، ونصب على مين؟ ونصب على ربيع. تمام. فخلاص قال لي فعلا رضا نصاب يا يوسف. نعم. توقفت تماما. ما عرفت، كان طبعا لما اتعرفت على احمد ما عرفتش رضا ان انا عرفت احمد. لما اتعرفت على احمد ما قلتش رضا ان انا عرفت احمد حسين واتواصل معاه. تمام. ولما عرفت المعلومه هذه واكد لي اياها احمد ان رضا نصاب، قطعت علاقتي في ربيع في رضا من غير ما اقول له ومن غير ما اعمل له بلوك ومن غير ما صارحه. نعم. طبعا في بدايه معرفتي برضا كان عارف موضوع مرض ابني، وكان دايما يطمن على ابني ومرض ابني ووضع ابني. كانت علاقه عاديه جدا، عمري ما حصل بيني وبينه اي خلاف اي مشاكل. ممكن نتشاور مثلا في الملحدين، الناس دول اصحاب القنوات. تمام. كذا يعني امور عاديه نتناقش فيهم. انت حضرتك اللي طلعت فيه قلت كذا وكذا، ونتناقش نقاش عادي. تمام. زي ما قلت لك قبل شويه، انه مجرد ما انا قطعت لمده شهور 6 شهور او 8 شهور ان انا ما ارسلش فلوس، ارسل رساله في الاخر يقول انا حاسس انت بتغير عليا، وانت المفروض انت يعني انا كنت اذن صاغيه لك. انا مش عارف اذن صاغيه دي معناها ايه يعني. احنا كنا بنتناقش نقاش عادي، عمري ما اجبرتك على شيء ولا كذا. هو كان المفترض يسال عن اسباب التغير يعني، المفترض يعني. ايوه قال لي انا حاسس انك بتغير لعبه علي وكذا. الرساله طبعا عندي على الواتس يا ابو حذيفه. تمام. وانا مش عارف انت ليه، وانا مش عارف كده، وانت حفيد الصحابي فريد داري وهو تبع الدين النصيحه وليه ما تنصحنيش والسلام، وعمل بلوك. لا حول ولا قوه الا بالله. الكلام ده من اكثر من عامين. تمام. تحديدا 14 ابريل 2021. جيد. نعم. توطدت علاقتي بأحمد، وبديت أشوف بثوثه وأشوف أموره وأشوف كذا في حواراته وخلافاته مع محمد عبد المجيد
واللي بيحصل بينه وبين محمد عبد المجيد. نعم. وبعدين آية المناظرة بتاعت آية السيف. فلقيت محمد عبد المجيد في بداية المناظرة بيقول يا جماعة كلام المفسرين في أول المناظرة اللي هم في آية السيف هو اللي خرج لنا الدواعش. أنا صعقت. نعم. أنا صحيح مش طالب علم ومش دارس في الأزهر، لكن الحمد لله نوعا ما الوالد علمه خلانا شوية نعرف الدين. الواحد بيقرأ بيبحث يعني ازاي الكلمة دي تطلع منك يا محمد عبد المجيد. الآية واضحة. أنا تقريبا كنت عملت بث ورديت على وسمعت وفيها سمعت بث. فالآية دي بتتكلم عن فئة معينة في فترة معينة، تمام، في وقت معين خانوا عهد الرسول. نعم. فازاي يا محمد تعمم تقول كل الكفار؟ حتى آيات المفسرين وكلامه بيقولوا كده. صحيح في الأرض فاقتلوهم في الأرض، وتفسير ده الأرض ده عن الفئة دي مش عن كل الكفار في كل مكان في كل زمان. والتاريخ الإسلامي وسماحة الإسلام تشهد بذلك يا محمد. وبعدين الآيات الكلام ده وأنا مش طالب علم، ده مجرد إني مسلم عادي. نعم. فازاي تطلع منك؟ وبعدين الآيات تبعت المخالفين أو اللي هي الآية المعروفة يا شيخ، ما لو ذكرني فيها. لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. طب يعني أنت عايز تقول إن المفسرين في الآية دي، المفسرين ما قروش الآية دي اللي هناك وقروا دي وقال لك في جميع الأرض يعني عن كل الكفار؟ لا طبعا. ازاي يا محمد؟ انت ازاي بتتكلم الكلام ده وتقول دول خرجوا من الدواعش؟ وحتى وإن كانت الآية عامة فهي مقيدة بمحاربة المسلمين. يعني انت واخد بال حضرتك؟ ده بيقول في كل زمان وفي كل مكان. أنا معاك. حتى وإن كان يعمم فالتعميم مقيد بمحاربة المسلمين. يعني المعتدي. نعم. والآيات كثيرة يعني وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كثيرا يعني الآيات. هو عايز يمسك الآية بتاعت آية السيف دي ما فيش فيها ولا تعتدوا. هو عايز يقول إنه إيه لما ينتهي العهد، لما ينتهي العهد بينكم وبينهم خلاص تقتلوهم بقى ايه في كل الارض. حتى عمال في المناظره كان عمال يقول في الارض في جميع الارد. نعم. انا متذكر. بطريقه استفزازيه. فانا راسي انا تعبت. وقتها انتهت المناظره، فلقيت احمد حسين فتح بث وعمال يغلط على محمد، والناس كلها في المحادثه في الشات عمالين يسبوا وابو محمد وام محمد. ولقيت احمد بيبعت لي على الواتس بيقول لي انا بهدلته. قلت له بالله عليك هل يرضي الله ويرضي رسول الله انه محمد عشان حصل بينك وبينه خلاف في مناظره الناس عندك في الشات يسبوه بالاب والام؟ هل ده يرضي الله او يرضي رسول الله يا احمد عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. فلقيته انصدم. سبحان الله. والله العظيم ده اللي حصل مني يا ابو حيدر، اقسم لك بالله الكلام ده من حوالي سنتين ايام المناظره بسيله وتذكرها. نعم. فلقيت احمد طلع في بث من نفسه ويقول يا جماعه كلمني صديقي الحبيب وقال لي ان اللي حصل في الشات عندي بعد المناظره على محمد ده خطا ولا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. طبعا احمد انت عارف باستمرار بيحذف البثوث. البث ده يعني قديم، وانا بعتذر للاستاذ محمد عبد المجيد وكذا وكذا وكذا. جيد. تمام. وكان بيقصدني طبعا يا ابو حذيفه لما قال صديقي وحبيب وكذا كلمني بيقصدني. تمام. مرت الايام وكذا وبديت كل ما يتوفر معي مبلغ كبير بدل ما احاول. كنت ما زلت في الوقت ده بتدعم احمد حسين المنجاوي. نعم. توقفت عن رضا وبدعم احمد حسين المنجاوي بمبالغ ضخمه بالوصولات موجوده عندي الملفات. وصل مجموع الدعم يا ابو حذيفه في اقل من سنه ونص تعدى 3300 دولار. نعم. اللي هم اولادي اولى فيهم، امي اللي في مصر ملهاش عائل غيري اولى فيها. عندي شقيق مهندس طبي خريج معهد العاشر من رمضان ربنا ابتلاه بالجنون من 7 سنوات اولى فيها. اختي شقيقتي مش متزوجه حتى الان اولى فيها برضه في مصر. ابني المريض انا في غربه كل هذا انا اولى فيه. بدل ما اشيله على جنب او اعطيه لمستحقيه، العاطفه خلتني بكل سذاجه انه
يعني ارتبط او يتواصل مع شخص زي احمد حسين. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم ده خطا يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله انت كانت نيتك خير باذن الله. لا انا لك مصايب، انا عارف ان شاء الله يا رب باذن الله عوض لي خيرا، لكن انا عايز اقول لك انه احمد حسين لاحقا لما انا استفيض مصايب بالادله، انت يعني اللي هقوله لك عنه كوارث. يعني بالادله طبعا اقسم بالله. فاللي حصل انه الله يبارك فيه، فاللي حصل انه بديت ادعمه على فترات، وكل ما انصحه يستجيب للنصيحه. تمام. كل ما اقول له ده خطا يستجيب للنصيحه. مره من المرات طلع في بث وقعد يتكلم هو المهندس ربيع، وراح قال ايه؟ قال انه كان بيتكلم عن الجامع الازهر. فبيقول ان الازهر هذا اسس من اول يوم على عقيده باطنيه، عقيده الاسماعيليه والفاطميين، فهو يعتبر مسجد ضرار. فالحكم في الاسلام الحقيقي انه يهدم الان. الله، انا راسي انا طبعا مش لانه ابويا ازهري اقسم بالله يا ابو حذيفه، والله لا اتعصب على الازهر اقسم بالله. لا هو احنا كلنا نعرف ان هو اسسوه الفاطميين، والحمد لله انه تحول لتدريس المذهب السني. هذا هو اللي بيقولوا ده. هذا ما نعرفه يعني اسوأ انواع المتشددين، اسوأ انواع المتشددين لو تنظر في العصر الحديث الدواعش مثلا، الله يكفينا شرهم وينتقم منهم. ما قالوش كلامه، ما قالوش اللي قاله. صحيح. فانا لما انتهى البث بعت له بعد يومين قلت له البث الاخير بتاعك انت قلت شيء انا مش قادر استوعبه، وقلته يعني باستفاضه، قعدت تاثر شرعيا وتقارنه. بس ما قلتوش طبعا ايش هو الشيء، ما قلتوش ايه الحاجه اللي انت لازم قلت له لو سمحت ارجع البث وشوف. قال لي البث طويل ومش هرجع ومش هتكلم. قلت له يا اخي طب يعني رجاء من اخوك، يعني شوف حد صديقك انت تثق فيه في الشرع. انا ما بثقش في حد، انا ما برجعش في حد، انا مش هرجع لحاجه. مش عايز تقول خلاص دي بالطريقه دي مش صح، قول وخلاص. قلت له يا عمي انا عايز عشان بس لما اجي اناقشك تكون انت عارف. انا ارجع للبث وامسك النقاط اللي انت قلتها وشوف النقاط. مش قال رافض، وقال لي شكرا على كل اللي انت عملته معايا وبارك الله فيك، وكانه بينهي التواصل بين التواصل او العلاقه اللي بينكم. بالظبط كاني بشتمه. بعديها ب3 أسابيع طبعا انا صعقت اكتر برضو. ايه ده انا بقول له ارجع البث شوف اللي انت قلته فيه. يعني معقوله شخص بيعزك المعزه دي يا احمد ما فيش فيه اي جزء من المراعاه ان حتى ترجع تشوف ايش اللي انت قلته؟ فلقيته اتكلم بالطريقه ديت وشكرا على اللي انت عملته معايا وخلاص، بلغه انه خلاص انتهى الموضوع. تمام. ما عملش حاضر. لكن بعديها ب3 أسابيع طبعا وقفت التواصل، رجع يبعت رساله انا بعتذر، انا اسف، انا كنت عصبي، انا كنت كذا. وقلت خلاص ان شاء الله لما انزل مصر يا احمد نقابل وياك ونتناقش في الموضوع ونفتح مع بعض البث ونسمع كلمه. تمام. مرت الايام و بدا يصعد ربيع اسماعيل عنده على البثوث، وربيع يفضح كل شيء يخص رضا. لدرجه انه احمد تكلم في يعني دخل في الصلح ما بينهم، مش الصلح، استرداد جزء من حق مين؟ من حق رضا. ده احمد وفعلا نجح في ذلك، لان ربيع اسماعيل وسط شيوخ معروفين في اليوتيوب وفي الوسط، ما حداش عرف ياخد حق ربيع. في الاخر رضا قرر انه يعطيه بس 8000 من 12000 وانتهى الموضوع. ولما ربيع خد الفلوس بعت رساله مسبه لرضا ان انت حرامي وقدر وما رجعتليش غير 8 بعد ما اتفقوا على 8، وعمل له بلوك. ربيع عمل رضا بلوك بعد ما خد له 8 من 12. طيب ربيع بقى كان بيتلقى دعم مثلا من حضرتك او من حد تاني؟ لا ابدا، ولا يعرفني ولا اعرف. ربيع هو داعم ساعتها، ما حدش يعرفني. حدش. احمد دايما كان لما يطلع يقول صديق كلمني، اخوي كلمني، صديق الحبيب، كان بيقصدني من غير ما يقول اسمي. لكن ربيع استرجع جزء من رضا من اللي كان بيدعمه الرضا يعني عن طريق احمد. ايوه طبعا في قصه في قصه حقيقيه حصلت بين ربيع ورضا، انه ربيع قرر انه يكتب واحد مسلم باسمه، مسلم جديد باسمه. فراح سافر على اسكندريه عند رضا واداله 20000 جنيه، اخذ ابن اخوه معاه
والبث ده على الفيديو موجود، كان بث في قناه بثه ربيع في قناه المهندس الشاب الصغير ده احمد ابو مالك، اللي هي قناه صادق ناصح امين. لو تقدر تدخل على البث ممكن ابعت لك المقطع والدقيقه عشان تشوف. ربيع عرض البث دوت، فتحه يعني موجود حتى انه لم يزل يعني، انه ازاي انه راح هناك زار ربيع، وربيع فتح بث وقال لهم معايا ايه، رضا قصدي فتح البث عنده في البيت وقال يا جماعه المهندس ربيع اسماعيل معايا هو وابن اخوه. كان رايح ليه بقى ربيع؟ كان رايح يديله 20,000 جنيه مقابل انه رضا يجيب له مسلمه جديده من النصرانيه الاسلام، فربيع يديله مكافاه على ذلك وتكتب باسمه، يعني يكون يبقى اسمها فلانه ربيع اسماعيل. ايوه، ده رغبه ربيع. طبعا ربيع عنده مصنع ما شاء الله، رجل ثري وميسور حال الله يبارك له، فكان عايز يعمل الموضوع ده، انه يكتب مسلمه جديده ويتبناها في الله ويدي مكافاه الرضا بالمقابل ده كم؟ 20,000 جنيه. وقد صار، قد حدث. راح فعلا هو ابن اخوه على اسكندريه، وراح معاه الشنطه فيها 20,000 جنيه وسلمها لمين؟ لرضا. نعم. والبث ده هبعت لك اللينك وابعت لك الدقيقه عشان تدخل تشوف بعينك. طيب البنت اللي اسلمت يتبناها ازاي مثلا وهي يعني كاسم يعني في شهاده ميلاد رسميه، او ربيع اسماعيل، او اسم مثلا اعتباري ولا ايه بالضبط؟ اسم اعتباري انه تكتب اسمها ربيع اسماعيل في البطاقه. لكن مش مسلمه جديده اسمها فلانه ربيع اسماعيل، لكن مش تبني يعني ان هي لا ترثه وكذا وكذا. لا 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 لا، عشان يبقى المصطلح بس عشان هو عايز واحده يعني يكون دي يكسب على كلامه. يعني يبقى اسمها مرتبط باسمه يعني. بالظبط، احسنت. ومين الوعد؟ والوعد ده رضا ونفذ الوعد. والبث ده موجود، ورضا طبعا فتح البث مباشر، وربيع مسجل البث وعرضه فين؟ وعرضه على قناه اللي هو المهندس ده احمد ابو مالك اللي اسمها قناه ناصح امين. تمام. يا رب ما يكونش ازالي لان لغايه امبارح موجود. تمام. اخذ الفلوس، رجع ربيع على مصر. لو حضرتك قدرت تنزل البث ده يبقى جيد، يعني قدرت تحمل الفيديو ده مفيش مشكله، يبقى احسن. حاضر باذن الله. ابشر، الله يرضى عليك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك يا ابو محمود. انا والله انا مش قادر، يعني انا مكسوف منك ان انا في وقت زي دوت ومفروض انت لا احنا كده السحور يعني جاي. الله يرضى عليك. انا والله العظيم اني في خاية الخجل وسعيد ان على سعة صدرك الله يسعدك وتقبلك ليا، وانك انت وثقت انت تسمعني. لا يا اخي عندي كلام كتير قوي. الله يرضى عليك، انا تحت امرك والله. اتمنى واتشرف ازورك في الصعيد والله طول عمري. انت تشرفنا والله العظيم. تيجي تشرفنا ونقعد الصعيد كله. وانا اهل الصعيد احبابي والله، حبهم في الله. احبك الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك واياك يا رب العالمين. الله يرضى عليك. اكمل لك يا ابو حذيفه. ثاني يوم او ثالث يوم راح رضا منزل منشور على الفيسبوك: اسلام ديفيد ربيع اسماعيل. رضا راح جاب واحد من جنوب افريقيا اشقر وحط صورته وقال ده يا جماعه مبروك اسلام ديفيد ربيع اسماعيل. ربيع شاف المنشور قال له ايه ده؟ انت جايب لي واحد من جنوب افريقيا عمره 45 ولا 50 سنه اكبر مني، وانا اصلا متفق ان هي تكون بنت صغيره في السن لسه مسلمه جديد، جايب لي واسمه ايه؟ فربيع اتجنن. اسمح لي اغيب عنك 3 دقائق وارجع اتصل عليك تاني. ما يجراش حاجه، تحت امرك. بس 3 دقائق. الله يرضى عليك. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا سمعنا المكالمه الهاتفيه، وان شاء الله سنكمل باذن الله باقي كل الكلام بتاع الاستاذ يوسف او كل حكايه الاستاذ يوسف تميمي مع هؤلاء الناس، وكل شيء بالدليل وموثق. كل شيء بالدليل وموثق، وكما قلت بأن كل ما ورد في هذه المكالمة هو على مسؤولية الأستاذ يوسف التميمي الشخصية، وليس للقناة أو ليس على القناة أو صاحب القناة أي مسؤولية عن هذا الكلام. طيب احنا عايزين بس في النهاية نقول ان هؤلاء يعني من ذكرهم او انهم شواذ عن القاعدة، الدعم جيد، ندعم دين الله عز وجل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من حديث أبي كبشة الأنماري كما جاء عند الإمام أحمد فيما معنى الحديث قال: 3 أقسم عليهن، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، أي أن أي إنسان ينفق هذا المال فهو صدقة ولا ينقص ماله من الصدقة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة فقال لهم: أيكم أحب أن يكون ماله له أم لولده؟ فقالوا: يا رسول الله أن يكون مالنا لنا. فقال: فما أنفقتم فهو لكم وما تركتم فهو لأولادكم. يعني اللي انت تطلعه في سبيل الله تنفقه في سبيل الله سيبقى لك يوم القيامة، أما الذي لا تخرجه وتبقيه سيكون ورثة لأولادك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفقتم فهو لكم وما تركتم فهو لأولادكم. واللهم اجعلنا يعني من المتصدقين، وربنا يعني يبارك في الأستاذ يوسف على يعني غيرته على دين الله سبحانه وتعالى، وهو طبعا كان قصده خير، ولكن للأسف الشديد بعض هؤلاء يعني يعطون صورة سيئة للأسف الشديد. ولكن يا أخواني نحن لا نحاكم الإسلام أو الدعاء بفعل بعض الدعاء، يعني كما لا نحاكم الإسلام بفعل المسلمين، فأيضا لا نحاكم مسألة الدعوة والدعاء ونعمم هذا بفعل بعض، بل يعني قليل النذر اليسير. فلا نعمم أرجوكم، احنا فقط كل هدفنا من نشر هذه الحلقات هو التوعية وكشف هؤلاء فقط، ليس إلا. طيب، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وعلى موعد إن شاء الله تبارك وتعالى بحلقة جديدة بإذن الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.